صباح الخير متابعيني، شلونكم؟ مشتاقة لكم هواية. ان شاء الله يا ربي بخير وعافية. اليوم جبت لكم الدولمة بالشبنج والباقلة. هنا عندي البصل نقعته بمي حار من الصبح يعني حتى بسرعة يعني افتحه. هنا عندي خضروات، شنو عندكم؟ اللحم خيار، بصل زين. عندي ويا هنا الخضروات خيار وباذنجان وهنا طماطم. بديت احط البهارات الدولمة، الكركم، فلفل اسود، كمون، وهذه بهارات الماجي وملح وليمون دوزي حسب الرغبة، يعني تردونه حامضة او نص او بدونه يعني بكيفكم. وشوية معجون خليط خاشوقتين خلطتهم زين. ابدي اجانسهم زين والطعم حتى بالبهارات توزع زين. هنا خليت بالقاعية باقلة خضرة، عندي عظم ولحم يعني خليتهم بالقاعية وبديت ألفها. طبعا الحمد لله والشكر خلصت تفريزاتنا رمضان، وراح نبدي هسه بالتفريزات الثانية للحوم. طبعا اللي بكيفه، هو واحد اللي يلحق يقدر يسوي يومي، واللي ما يلحق واللي عندها يعني شغل تقدر تفرز. التفريزات هواي يعني تفرق عندكم بالشغل والسرعة، فهو موضوع اختياري يعني، وبكيف الواحد اللي يريد يفرز أو ما يفرز. بس أنا بالنسبة لي يعني أحب التفريزات، تسهل لي أمور. هنا بعيد ما خلصت الدولمة خليتها على النار تنشف. هنا عندي شغلات اشتريتها حبيت أراويها لكم تشوفوها من السنتر. هذه قوري ويا 4 أكواب مالت الشاي. طبعا شغل كلش نازك وحلو. طبعا عندي هم كم ماعون يعني محتاجتهم على رمضان. طبعا كل عائلة أكيد على رمضان لازم تنقص ماعين، فحبيت يعني أخذت لي كم شغلة حلوة وحتى أسعارهم مناسبة. هذه ميلامين مالت الزلاطة أو تمر، كيف الواحد شنو يعجبه يعني يخلي بيه. هم أخذتهم. وأخذت لي زيت بعد وياهن، زيت ماعين، طوس شوربة، طوس طرشي أو للمحلبي. بس المحلبي أريد أجيب له يعني شغلات شوي أحلى، شوي أصغر يعني. تعرفون إذا نخليه بكمية كبيرة يعني ينوكل نصه والنص الباقي راح ينذب، لأنه ما ياكلون إذا يبقى بالثلاجة هواي. فنجيب شي يعني على قد الحاجة مثل ما يقولون. هذه هم ماعين تمن كلش حلوة، نقشتها كلش حلوة عجبتني محفرة. وهذا القوري الصغير هم عجبني، هو والكوب مالته، شغلات كلش حلوة ومناسبة. وهنا بعد ما خلصت خليت الدولمة بديت أرتب المطبخ. هذه بقى عندي سلق، وغسلت المواعين اللي بقيت. السلق اللي عندي طبعا ما أذبه، ثرمته ثرم عشوائي يعني هيجي، وراح أشيسه. كلش يفيدني يعني للشوربة، الفطاير، أو عندك مثلا تسوين شبزي هم يفيد يعني. هذه الشغلات كلها تفيد يعني اللي تفرزوها. فنصيحة لا تبذرون وتذبون يعني. هنا عندي الدولمة نشفت، خليت لها مندوز شوية، وخليت لها دبس الرمان وشوية دبس، وخليتها عليها. راح أغطيها بماعون ثقيل وأغطيها نار وسط. هنا بعد ما جهزت عندي الدولمة راح أخليها تبرد. وهنا شوفوا هذه شكلها النهائي. سهمكم العافية، إن شاء الله يا ربي رمضان كريم علينا وعليكم. بسهمكم ألف عافية. انتظروني ولا تنسوني باللايك والاشتراك.